يا جماعة، في شيء غير طبيعي بيحصل في الكرة الأفريقية، شيء غير طبيعي بيحصل في القارة الأفريقية. وليه لا؟ والأهلي لعب مباراة النهاردة وصعد للنهائي بعد مباراته مع مازيمبي وانتصاره على مازيمبي بنتيجة 3-0، وكان متعادل في مباراة الذهاب 0-0. يعني محصلة المباراتين 3-0 للنادي الأهلي. وليه لا؟ النهاردة طلع مدرب مازيمبي بعد المباراة كان ليه تصريحات خطيرة، وكذلك طلع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي بتصريحات خطيرة، وكذلك طلع أحمد عبد القادر بعد المباراة بتصريحات خطيرة. الكل النهاردة اتكلم على المباراة، الكل النهاردة طلع بتصريحات استثنائية. مبدئيا مدرب مازيمبي يا صديقي العزيز كالعادة حجة اي انسان فاشل، حجة اي انسان بيتهزم، حجة اي انسان بيخسر، طالع بيتكلم وبيقول لك التحكيم النهاردة والتحكيم ظلمنا والتحكيم كان سبب في ان احنا نخسر المباراة. انا عندي سؤال واضح وصريح له مش اكتر. طب حتى التحكيم هزمك النهاردة في مباراتك مع النادي الاهلي، اصلا في مباراة الذهاب اللي كانت على ارضك، اللي خلاك على ارضك ما عرفتش تنتصر، اللي خلاك على ارضك ما عرفتش تطلع بنتيجة ايجابية تؤهلك او تساعدك ان انت توصل للنهائي بمجموع المباراتين. انت اصلا في ارضك ما نجحتش ان انت تسجل هدف وحيد يتيم في النادي الاهلي. جاي النهارده بتلوم التحكيم على مستوى مباراتك خارج ارضك مع عملاق افريقيا النادي الاهلي. يعني انت بتتكلم فين؟ انت جاي تلاعب النادي الاهلي يا جدع. يعني احمد ربنا اساسا ان النتيجة خلصت كده. انت بتلاعب الاهلي فريق معتاد على طول للنهائيات. شوف الاهلي اخر 7 سنين، اخر 7 سنين مش السنة دي ولا الموسم ده بس، كان فين في نهائيات افريقيا؟ كان بيوصل لحد فين؟ شوف النادي الاهلي النهارده سان داونز خرج على ايدين مين؟ على ايدين الترجي. سان داونز وما ادراك ما سان داونز، الكل بيخرج، الكل مش بيعرف يوصل للنهائي. لكن النادي الاهلي زي ما انتم عارفين النادي الاهلي دايما متواجد في النهائيات. وده بياخدنا للنقطه الثانيه، تصريحات احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بيقول لك نتمنى ان ده يكون البطوله الثالثه لينا في اخر 4 سنوات. تخيل الاحصائيات، تخيل الارقام، تخيل انت داخل بتلاعب فريق عايز ياخد البطولة الثالثة على مستوى اخر 4 سنين. انت متخيل النادي الاهلي؟ متخيل عظمة النادي الاهلي؟ متخيل تاريخ النادي الاهلي؟ متخيل قوة النادي الاهلي؟ متخيل العقيدة والايمان اللي بيلعب بيه لاعبين النادي الاهلي بناء على تاريخهم الكروي وبناء على تاريخ النادي اللي هم بيمثلوه. النادي الاهلي يا جماعة مش نادي عادي، ده يطلع يشكك وده يطلع يقلل وده يطلع يتكلم وده يقول لك شماعة التحكيم. كل ده يا ما اعتدنا عليه مع النادي الاهلي، ولكن يظل النادي الاهلي هو النادي الاول على مستوى افريقيا. يظل النادي الاهلي هو النادي المسيطر على بطولة دوري ابطال افريقيا على مدار تاريخها. النهارده كذلك وسام ابو علي يا صديقي العزيز المهاجم الجديد بتاع النادي الاهلي جاي بيقول لك تصريح خطير. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عمري في حياتي ما لعبت نهائي. بيقول لك انا عمري في حياتي ما لعبت نهائي على مستوى اي بطولة. وتخيل بيقول لك انا جاي دلوقتي هلعب نهائي افريقيا، نهائي اكبر بطولة قارية على مستوى قارة افريقيا للاندية، الا وهو دوري ابطال افريقيا. تخيل عظمة النادي الاهلي. جاي لك اللاعب بيقول لك انا عمري ما شاركت في اي نهائي على مستوى اي بطولة. تخيل جاي يشارك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وده عظمة النادي الاهلي. اي لاعب بس كده يعدي من على الطريق زي ما بيقولوا انت هتعدي بس جنب سور النادي الاهلي هتاخد بطولة. ما بالك انت مهاجم للنادي الاهلي ومشارك مع النادي الاهلي؟ لازم تاخد بطولات ولازم تلعب نهائيات ولازم يبقى ده الشيء العادي بتاعك. وسام ابو علي النهارده بيحط قاعدة خطيرة اللي احنا ياما اتكلمنا عليها. مجرد وجودك في النادي الاهلي ده شرف ليك، مجرد ان انت لاعب للنادي الاهلي ده شرف عظيم جدا لاي لاعب بلا استثناء. اي نادي يلبس بس تيشيرت النادي الاهلي ده شرف ليه، واي شرف انت ديك مجرد اول موسم ليك مع النادي الاهلي هتشارك في نهائي دوري ابطال افريقيا. فرقة معتادة طول السنين اللي فاتت انها دايما متواجدة في النهائيات وانها دايما بتلعب كاس العالم للاندية. النادي الاهلي شرف لاي حد ان هو يشارك مع النادي الاهلي وان هو يمثل النادي الاهلي في الملعب. النهارده النادي الاهلي فاز ب3 اهداف. النهارده النادي الاهلي اتعادل قبل كده في مباراة الذهاب 0-0 مع مازيمبي خارج ارضه، ونجح النهارده ان هو يسجل 3 اهداف ويصعد من مجموع المباراتين زي ما بقول لك ب3-0. وصل النادي الاهلي للنهائي، والنادي الاهلي المرشح بلا شك، المرشح بلا شك بكل قوة. مع احترامي لاي حد ايا كان، مع احترامي لاي حد، النادي الاهلي هو المرشح الاول والمرشح الاكبر والمرشح الاقوى لحصد لقب دوري ابطال افريقيا. شوية تركيز بس وان النادي الاهلي يبقى في مستواه، وتأكد ان البطولة باذن الله منتهية للنادي الاهلي. النادي
النادي الاهلي ما يتخافش عليه من الاخرين، ولكن يتخاف على النادي الاهلي من نفسه، ان النادي الاهلي ما يكونش في يومه. غير كده ما تخافش على النادي الاهلي. النادي الاهلي لو في يومه البطوله انتهت، والبطوله باذن الله للنادي الاهلي. نتمنى التوفيق للاهلي في النهايه باذن الله، وان النادي الاهلي يحصد لقب بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله المحببه له ولجماهيره. طالما وصلت معايا لحد اللحظه دي في الفيديو يا صديقي العزيز، انزل اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وشرفنا بوجودك معنا في القناه عشان نتابع فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.